السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين نونوبل. غادي نكملوا ان شاء الله الوصفه ديال لي همبرغر اللي بدينا في الوصفه اللي فاتت. الفيديو اللي فات كان لا غوسيت ديال الخبز الهمبرغر. وريت لكم كيفاش كندير له. بالنسبه اللي ما شافهاش يرجع يشوفها. غادي نخلي لكم لو لين ديالها او اللي يقلب ضمن الفيديوهات ديالي. صاوبنا الخبز اليوم، غادي نعمروا الهمبرغر بالفيلي ديال الحوت الابيض، نبدلو شويه على الكفته ديال الدجاج ولا الكفته ديال اللحم، ونستافدوا من الحوت بالنسبه للصغار اللي ما كيبغيوش ياكلوا الحوت بطريقه سهله. غادي ناخذوا البطاطا، غادي نسلقوها، نديروا جوج بطاطات ولا ثلاثه على حسب الاختيار، وغادي نمعسها بحال هكايا. خديت جوج طراف ديال الفيليه، هنا تقريبا عندي واحد 350 غرام ديال الفيليه الابيض بلا شوك. وفضلت انني كندير له الطريقه هذه بالموس، كنبقى نضربوه بالموس كنطقطقو باش كيجي بحال الكفته. وكنفضل على انني ندوزو في الطحانه ديال الضو. اللي بغى يطحنو في الطحانه ديال الضو ممكن، غير هو كيجي مزعلك بزاف الا تطحن في الطحانه ديال الضو. هكذا كيجي مطحون بلا ما يولي مطلوق بزاف. المهم كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني. غادي نزيد عليه الملحه والابزار والتتبيله كما بغيتو. زيدوا اي حاجه بغيتو، الثومه اللي بغيتو. انا عندي هذا الخليط ديال الاعشاب، فيها الثومه، فيها شويه الفلفله، فيها المعدنوس يابس. بغيتو ديروا لي المعدنوس عادي، قطعوا المعدنوس اولا القزبور وديروه. درت تقريبا القيمه ديال 2 بيضات كاملين هنايا. وغادي نخلط هادشي مزيان حتى يتجانس. غادي نزيد تقريبا واحد نص معلقه صغيره ديال بيكربونات الصودا اولا شويه ديال الخميره الحلوه ولا بلاش، اختيار اللي بغيتو. في واحد الطبسيل كبير اولا في بلاطو بحال هكذايا غادي ناخذ شويه ديال لا شابلور اما هكا جاهزه اولا خبز محمص ومطحون. وغادي نبدا نصاوب هكذا كويرات، كنهز شويه ونحطو فوق ديك لا شابلور باش ندير لها بحال الكريسات من التحت ومن الفوق لا شابلور. ونقادهم مزيان حتى يجيو مدورين، ونخليهم مده. الا بغيت نخلي نوجدهم من الصباح للعشيه اولا بالليله حتى الغد ليه باش كنسهلوا علينا. انا ديما كندير الخدمه مقسومه، كندير شويه الصباح وشويه هادي باش كنجي نوجد الحاجه كتكون عندي الخدمه سهله. درت عليهم فيلم اليمونتير وغادي نخليهم حتى نبغي نطيبهم. منها كيشدوا راسهم ما كيبقاوش رطب، ومنها كيولي داكشي كيزيد يطلق في، يعني كلشي كيولي طلق في بعضياته، كيولي المذاق احسن. درتهم في شويه ديال الزيت يسخن وقليتهم من جوج جهات حتى تحمروا. العافيه تكون متوسطه باش يطيبوا لينا مزيان من الداخل وكيجيو على هذا الشكل هذا. ممكن نستعملوهم بحال دي كروكيت هكذاك ناكلوهم. وانا فضلت ندير بهم دي ساندويتش بحال هكذايا كيجيو بحال لي همبرغر ديال اللي كيعجبوا الدراري ديال. ندوزو دابا نصاوبوا الصلصه اللي كتواتى بشكل كبير مع هاد الساندويتش ديال الحوت اللي فيها الكورنيشون مقطع، الخيار مخلل مقطع صغيور بزاف، بصيله مقطعه مشلضه رقيقه، بصله حمراء او بيضه، 2 معالق ديال الياغورت الطبيعي، 2 معالق ديال المايونيز، معلقه ديال ديك الماء اللي كيكون فيه الكورنيشون هذا اللي مخلل فيه منه معلقه، او معلقه د الخل او معلقه د الحامض. كنخلطوا هاد المكونات كامله وكنديروا مليحه وابزار وكنخلطوها وكنديروها في الساندويتش. كتجي روعه هاد الصلصه. وكنمونطيو الساندويتش ديالنا عادي بالمسائل اللي متوفره واللي كتعجبنا في الساندويتش. انا درت هنايا غير مطيشه مع ديك الصلصه من التحت والصلصه من الفوق، وهذيك القرص ديال الحوت اللي صوبنا اللي قلينا. ولا بغيتو ديروه بالفرماج ممكن تزيدوا كذلك الفرماج معاه بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الفرماج. المهم كتزيدوا اللي بغيتو، الخيار، الخس، كل واحد شنو كيبغي. انا درت لكم بفكره بسيطه ومسائل اساسيه. كنقبطوه بواحد العويد باش يجي سهل في الماكله من الاحسن، وكنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى انه يعجبكم. قدمت لكم مع بطاطا فريت في الفران. يعني هاد لي فريت انا ما كنقليهمش، كندير ليهم شويه ديال الزيت، شويه الثومه، شويه الاعشاب منسمه، الابزار، الملحه، وكان نخلطهم ونديرهم في اللاطه وندخلهم الفران كيتحمروا وكيجيو مقرملين بحال لي فريت وحسن وصحيين. نديرها لكم ان شاء الله شي مره. خليو لي في كومونتير الا كانت كتهمكم، وهي راها سهله. انا قلت لكم شنو درت فيها. نقول لكم مرحبا بكم في القناه ديالي، وتبعوني وخليوا لي لايكات باش تشجعوني، والسلام عليكم.